بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متابعينا قناة رحالة، ولكن في فيديو جديد عن الفيزا ترانزيت. بالنسبة لفيزا ترانزيت كولومبيا وإسبانيا. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد، وسبسكرايب ولايك للفيديو. طيب حنبدأ بأول فيزا ترانزيت اللي هي فيزا كولومبيا. طبعا حادعمكم بالروابط بتاع الموقع الرسمي للخارجية بتاعت كولومبيا. تقدر تقدم فيزا ترانزيت. طبعا فيزا ترانزيت اونلاين بالنسبة لكولومبيا. من ضمن شروط الفيزا الترانزيت لكولومبيا هي تذكرة طيران مؤكدة. الفيزا بتاعت تذكرة الطيران اللي هو مؤكد يكون فيها انه انتوا حتمروا بكولومبيا. الشروط الثانية كشف حساب بنكي. تاني الشرط الثالث حيكون عندك الفيزا للوجهة النهائية، سواء الوجهة النهائية اللي انت ماشي ليها ترانزيت من كولومبيا الفيزا بتاعتها. في حالة الإكوادور بتكون انت محفي من الفيزا الترانزيت. وفي نقطة مهمة هنا بعدين حاشر لها في نهاية الفيديو، في كيف تثبت لهم انك انت الإكوادور انك ما محتاج فيزا، لأنه هم من ضمن الشروط إن لازم يكون عندك فيزا لوجهة النهائية. فأنت ما عندك فيزا يعني بالنسبة للإكوادور. تثبت لهم كيف؟ نرجع لها في آخر الفيديو. طيب عندهم من ضمن شروطها إنه لازم تقدم على الفيزا الترانزيت قبل شهر من موعد تذكرتك. ده خلص سهلة يعني. دي كل الشروط بتاعت الفيزا الترانزيت: كشف حساب، التذكرة النهائية، تقدم من قبل شهر، إثبات الفيزا للوجهة النهائية. رسوم الفيزا الترانزيت لكولومبيا هي حوالي $52. مدة التقييم بتاعة الفيزا بتاخد 3 يوم، يعني ما كثيرة. حسب لكم الرابط أنا بتاع الفيزا الترانزيت. بس في حاجة مهمة، ساعة تفتح الرابط ده ساعة تقدم على فيزا الترانزيت حتلقى إنه الرابط يفتح معاك كأنك أنت مقدم لفيزا دخول أو فيزا سياحية لكولومبيا. يعني حيطلب منك الإقامة بتاعت إنه حجز فندق، ما بعرف الحاجات بتاعت الفيزا العادية دي. فأنت يمكن أنت تخش جوجل أو بوكينج، تجيب أي فندق في كولومبيا ترفعه، بس دخل في النظام حقهم ما عارف ليه إنه النظام بيفتح لك دار تقدم فيزا ترانزيت كأنك دار تقدم فيزا سياحية، يعني كأنك أنت داخل كولومبيا. فأنت ما عليك، أنت أبسط حاجة تعمل تخش تبحث لك عن فندق، ترفع اسمه، تكتب اسمه في الابليكيشن، خلاص. يعني هم مجاوبين بيخلصوا سرعة يعني في الفيزا الترانزيت دي. طيب بالنسبة للفيزا الكولومبية طبعا من أي مكان تقدر تقدم لها، يعني في السودان، كنت في مصر، كنت في تركيا، تقدر تقدم لها أونلاين. أما بالنسبة للفيزا الإسبانية فلا، لازم أنت في الدولة اللي أنت فيها لازم تراسل السفارة الإسبانية. أنا حاسب لكم كله: السفارة الإسبانية في مصر، السفارة الإسبانية في السودان، السفارة الإسبانية في تركيا. حاسب لكم كل واحدة الابليكيشن حقها أو الموقع حقها الرسمي بتاع السفارة، وممكن تلقوا الإيميل جوا الويب سايت، أو ممكن أرفق لكم الإيميل حق أي سفارة. نفس الشروط هي نفس الشروط بتاعت الفيزا الترانزيت، اللي هو كشف حساب، التذكرة المؤكدة، الفيزا للوجهة النهائية. فده كله ما يتعلق بالفيزا الترانزيت سواء كان لإسبانيا أو لكولومبيا. طيب الحاجة اللي أنا أشرت لها إنه حنشوف في آخر الفيديو كيف إنك تثبت إنك ما محتاج فيزا عليك إكوادور. حتراسل السفارة الإكوادورية إنه أنا أقدر مثلا إحنا كسودانيين ما أدري يمكن بعض الدول تحتاج فيزا للإكوادور، أما إذا أنت كنت ما بتحتاج فيزا للإكوادور تراسل السفارة الإكوادورية إن أنا فلان الفلاني وأنا جاي عندكم سياحة، أنا جنسيتي كذا. فإذا أنت جنسيتك من ضمن الجنسيات أنا محتاجة فيزا ترانزيت، هم يا أخي حيردوا لك بإيميل إنه يا أخي أنت مرحبا سيد العزيز، الكلام ده إنه أنت ما محتاج فيزا، إنه أنت مسموح لك تدخل الإكوادور لمدة 90 يوم.
فانت بتعمل شنو بعد ما يجيك الرد بتاعهم بالايميل الرسمي، تتاكد انه الموقع الرسمي للاكوادور، الخارجيه بتاعت الاكوادور، بتعمل طباعه للايميل ده، بترفقه مع اللي هو الملف بتاعك لما تيجي تقدم فيزا ترانزيت، سواء كان بإسبانيا أو بكولومبيا، إنه دايما رسمي من السفارة أو من الدولة الإكوادور إنه أنا محي من الفيزا. فبس كده تقدر تثبت بكل بساطة إنك ما محتاج فيزا، مع إنهم هم عارفين سلفا إن أنت ما محتاج فيزا للإكوادور، لا بس بيحبوا يأكدوا، يقول لك يا أخي جيب لنا ما يثبت إنك ما محتاج فيزا. وده كان كل موضوعنا عن حلقة اليوم، يعني عن فيزا الترانزيت بكل سهولة تقدر تقدم لها. حجيب لكم كل الروابط دي في الوصف بتاع الفيديو. شكرا لكم.